إذا كنت إنسان حر ومهما كانت جمعيتك وأنت تشاهد في لامين يامال يطلب العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريقه برشلونة تتويجه بالدوري الإسباني، وأنت إنسان حر كما قلت، من محبي ريال مدريد، من محبي أتلتيكو مدريد، من محبي ليفربول، من محبي أي فريق في العالم، فإنك ستحترم هذا الطفل عمره 18 سنة، عنده ما يخسر كثيرا في مستقبله نتيجة دعمه للقضية المحقة هذه القضية الفلسطينية، لكنه وهو في الحفل نتاع الاحتفال يشوف أحد الجماهير يحمل الراية الفلسطينية فيناديله يامال في مش محضر على ما أعتقد، يقول له أعطيني الدرابو هذاك ويهزه معاه في الحفلة ويرفعه ويحتفل به. هذا مخاطرة كبيرة بالمنطق المالي للكلمة المحبي محمد صلاح، ولكن الرجل غير معني، احتفل، جاوب نداء قلبه وقال أنا هنا، أنا أدعم الشعب هذا مع ضد الإبادة الجماعية ومع الحق. في الجهة المقابلة الإنسان اللي عليه أن يعلم أن أغلب رعاة البطولات الكبرى سبونسور يدعموا الكيان الصهيوني، وبالتالي لازم يكون يامال متعاقد مع واحدة من الشركات هذه والمؤسسات هذه، وهذا عدم معرفته ولا عدم فهمه ولا هو غير مطالب باللي مطالبين به نحن بين ظفرين الناس اللي يملكي مباشرة في القضية الفلسطينية. ولكن هذا هكذا يبقى للتاريخ، يذكرنا اللي فما نجم عنده ملايين المتابعين اسمه محمد صلاح، في اللحظة اللي يقصف فيها الصهيوني أرض عربية ويقتل أطفالها جديدين أطفالها، محمد صلاح يختار يقول أن كل الأرواح مقدسة. الأرواح المقدسة هذه تعني التالي: أنه الطفل رضيع تقصف طائرة أفساس إسرائيلية ترضيه قتيل، ولما يكون مات في حتى في جنين في بطن أمه، محمد صلاح يعتبر السيد هذا روحه مقدسة، أما الجندي الصهيوني اللي يقول في مقاومة فلسطيني هذا روحه مقدسة. لازمنا نفهموا اللي الطبيعة اللي نشأ فيها يامال هي إسبانيا، ممكن المناخ العام في إسبانيا والحكومة نتاع بيدرو سانشيز هذايا خلقت نوع من الشعور الوطني المعادي للصهاينة والأمريكان وغيرها، ولكن محمد صلاح عربي مسلم يتربى في عائلة عربية مسلمة، وهذا المفروض تكون عنده قدرة أكبر من يامال على استيعاب هذه المشاكل، ولكن لا، الأرواح مقدسة لمحمد صلاح ولمن يامال يستحق الاحترام.